السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ام خالد، في ناس بعتن لها تعليقات مزعلها جدا، بيقولوا لها انت بتعملي ترند. هي بترد عليهم تقول لهم ترند ايه اللي اعمله؟ انا مش محتاجة اعمل ترندات، خشوا شوفوا المشاهدات عندي. فحلفت على كتاب الله ان هي ما بتعمل ترند، وان هي قاعدة في البيت بس كده دلوقتي لحد ما تصرف، يعني زي ضيفة، لحد ما تصرف امورها وتشوف مكان تقعد فيه. وبتطلب من الناس وفي التعليقات ان محدش يسألها ايه سبب الطلاق ولا هتطلقي ليه، لان هي من النوع اللي ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده تاني. وقالت محدش يقول لي ايه السبب ولا حد يطلب مني ان اقول اي حاجة، ده هو في الاول وفي الاخر ابو عيالي وما شفتش منه حاجة وحشة، لكن هي مسألة اسمه ونصيب. الناس اللي بتقول لها انت بتعملي كده عشان الترند، طب هتعمل في حد يا جماعة هيقول ان انا خلاص هتطلق وهمشي من البيت، او اتطلقت وهمشي من البيت وانا قاعدة ضيفة وهي يكون بتكذب؟ في حد يقول كده يا جماعة؟ في حد يتمنى خراب بيته؟ ما هي الست اكيد يعني بتعرف، يعني هي عارفة اللي احنا ما نعرفوش، اللي ورا الكاميرا ده احنا ما نعرفوش. وهي ست بتقول انا اول مرة اطلع اتكلم عن حياتي الشخصية. الله أعلم يا جماعة إيه سبب الطلاق. فبلاش نبقى يعني حشريين قوي ونضايقها. كفاية اللي هي فيه، أكيد من جواها هي بتقول أنا ما بحبش النكد ولا الحزن والكلام ده، بس أكيد من جواها قلبها محروق إن بيتها هيتخرب. بدل ما تقعدوا تزنوا عليها كده وايه سبب الطلاق وانت بتعملي ترند، ادعوا لها. هي مش طالبة حاجة منكم غير ان انتوا تدعوا لها ان ربنا يقويها على تربية ولادها. ربنا يقويها على تربية ولادها. ربنا يقويك يا رب. ربنا يقويك على تربية ولادك ويخليكي ليهم ويخليهم ليكي يا رب. يلا يا بنات، عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.